بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن المكرونة بالصوص الأبيض مع الجبن، حاجة كده من الآخر جميلة جدا، ولو الواحد بقى جعان كده آخر الليل وجبة جميلة جدا. كده احنا زيناها كده برشة من جبنة الرومي. هتجيبي إناء وتحطيها على النار، وأول ما يدخل كده فيه الغليان تدي رشة من الملح وتدي معلقة من الزيت. هندي بس كده غلوة، وبعد كده تبتدي تنزلي بيه المكرونة حسب المكرونة اللي هي متوفرة عندك. أنا عندي هنا المكرونة القلم او اللي هي المقصوصة، ابتديت ان انا ضفتها وهديها هنا تسوية 3/4 تسوية، يعني ما تسويش بالجامد، يعني هتبقى معاكي كده يا دوبك لا هي مستوية ولا هي نية، 3/4 سوا بالظبط كده. وهنبتدي كده نطفي عليها النار وهنصفيها، وكده هنبتدي نعمل الصوص الابيض. معانا لتر من اللبن، ده لبن بارد. معايا هنا معلقتين كبار من الدقيق، دي معلقة الطعام. خلاص، دي كده تاني معلقة. وهبتدي ان انا اقلب الدقيق كده في اللبن لحد ما الدقيق بتاعنا كده يبتدي كده ايه، يدوب كويس عشان ما يعملش تكتلات مع اللبن. هضيف 3 معالق من الزبدة، كده 3 معالق كبار. بعد كده هحطهم على النار وهبتدي كده في التقليب المستمر. طبعا النار هنا نار هادية، وابتدي كده في التقليب المستمر عشان مش عايزين يحصل تخريز للدقيق مع اللبن، تكون حاجة معاكي كل كده سايلة. هنستنى لحد ما تبتدي كمان الزبدة بتاعتنا كده تسيح. هنا خلاص كده الزبدة بتاعتنا ساحت. هنبتدي كده نديها كده غلوتين 3 على النار بردك مع التقليب المستمر، اهم حاجه عشان ما يحصلش تكتلات او تخريز. خلاص كده هي بقت حلوه معانا. هبتدي اجيب كوبايه من الجبنه الشيدر، ضفتها هنا دلوقتي، هديه كده تقليبه. ومعانا كمان جبنه موتزاريلا ضفتها، وكمان لو عندك كمان جبنه رومي ضيفيها. اي جبن بقى عندك ممكن انت حباها تقدري ان انت تضيفيها. كمان هنا ممكن تضيفي الجبنه الكريميه اللي هي بتبقى موجوده في قلب الكوبايات الازاز دي، بتبقى جميله جدا في الوصفه دي، بتدي طعم حلو جدا ودسامه حلوه قوي للصوص بتاعنا. طبعا انا هنا بقلب باستمرار، كمان عايزه الجبن تسيح لانها كانت في التلاجة، فبقلب كده على طول لحد ما احس ان الجبنه ساحت معايا. هنا بضيف مكعب من مرقه الدجاج، وعلى فكره بيدي طعم جميل جدا للوصفه دي. حابه انت تستغني عنها مفيش مشكله، بس صدقين هو بيطعم المكرونه بتاعتك والصوص بتاعك. بندي رشه كويسه كده من الفلفل الاسود، بدي رشه كده من الملح. خلاص، هو كده خلاص الصوص بتاعنا بقى جاهز خلاص جدا. خلاص بقى هنبتدي بقى كده بديه تقليبه كويسه كله يتطعم بقى مع بعضه. وعلى فكره الفلفل الاسود برضك في الوصفه دي بتخلي طعم المكرونه والصوص بتاعنا جميل جدا. يبقى دي حاجتين كويسين جدا هنضيفهم، الفلفل ومكعب مرقه الدجاج. بجيب المكرونه زي ما انتم شايفين وهبتدي انزل عليها بالصوص بتاعنا. يا جمال، مش قادره اقول لك كده ما شاء الله، حاجة بقى ولا في الخيال. الطعم جميل جدا فعلا. خلاص بقلب كده الصوص كويس كده مع قلب المكرونة. ضفت لها هنا رشة بسيطة جدا من الفلفل الاسود، وكانت محتاجة حبة ملح، اديتها رشة برضو بسيطة من الملح. بعد كده قلبتهم كلهم كده مع بعض، وهي كده خلاص جاهزة على التقديم. خلاص كده اديتها تقليبه كويسه. هبتدي ان انا بقى اقدمها، واديتها رشه كده من الجبنه الرومي على الوش من فوق. صدقيني الوصفه جميله جدا وحلوه جدا، والطعم بتاعها فيه منتهى الجمال، وفعلا لجوع اخر الليل، حاجه كده في الاستعجال سريع ما بتاخدش معانا وقت. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.